السلام عليكم. سريعا كده هنشوف ازاي نقدر نعمل انستول للسايلنت ريموفر على البريمير. الطريقه الاولى ان انت تروح على صفحه البلجن على اي سكريبت وتنزل البلجن وتبدا تعمل له انستوليشن. والطريقه الاسهل بقى ان انت تنزل البرنامج بتاع اي سكريبت اللي هو اي سكريبتس مانجر. اللينك هيكون موجود تحت ان شاء الله. اي سكريبت مانجر هو برنامج هيساعدك في ان انت تحفظ كل البلجنز اللي انت بتستخدمها عن طريق الموقع بتاع اي سكريبت لكل برامج ادوبي. لو انت ما اشتريتوش هتروح لعلامه الساعه وبعدين تضغط على اد ترايل وبعدين تعمل سيرش على سايلنس ريموفر. هيطلع لك تقدر تعمل له اد وهو كده هيتضاف في لستة البرامج بتاعتك. تقوم بعد كده رايح للستة البرامج بتاعتك وتضغط على سايلنس ريموفر وتعلم على انستول، وبالشكل دوت هو هينزل عندك على البريمير. والميزه هنا ان هو بينزل لك اخر فيرجن وبيخليك دايما اب تو ديت على طول. طبعا اي ماك يوزر عارف الرساله ديت. اوبن بريفرنسز وبعدين نعلم عليه في السكيورتي، نروح للاكسسبيلتي ونقوم معلمين على البرنامج بتاعنا اللي هو اي سكريبت. طبعا انا هفتح الجهاز وابدا ان انا اعلم على البرنامج بتاع اي سكريبتس، ادور عليه هلاقيه هنا اهوت، ابدا ان انا اعلم عليه عشان يشتغل صح. كده اظن ان شاء الله الدنيا تمام. نقدر نفتح البريمير ونروح لويندو اكستنشن سايلنس ريموفر وبعدين نقدر بقى نسحبه احنا نحطه كده في وسط القوائم بتاعه البريمير بحيث الدنيا تبقى منظمه عندنا. اللايسنس شغاله معانا لمده 10 ايام. اقدر اجي من هنا الاباوت لايسنس لما اشتريه وادخل اللايسنس هنا واعمل له اكتيفيشن من المكان دوت. وده كان فيديو سريع عن الانستوليشن. اتمنى ان الدنيا تكون واضحه والبلجن يكون شغال معاكم تمام. لو في اي مشاكل حصلت معاكم يا ريت تبعتولي تحت في التعليقات. يلا سلام واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله.